جمالها مش طبيعي والإشاعات حواليها في كل مكان. مصرية 100% رغم إنها اتولدت في السعودية. مين هي يارا السكري الجميلة اللي خطفت قلوبنا في رمضان؟ آسيا بتصعب عليا، يعني ممكن أحكي لك عن آسيا وأعيط وأنا بحكي لك عن آسيا. ما أنت اللي صحك بدري كده. هنزل أشوف اللي ورايا. أنت هتنزل وتسيبني؟ اظبطي كده بدل ما أقل منك، فاهمة؟ قلت لك مش هسيبك يا واحدة دمرك زي ما أنت دمرتني. هاتي آخرك. اي لحظه وانا نازله بقول صباح الخير يا بابا انا خارجه. ايوه وبعد كده ما شفتش خير بعدها. يارا السكري قدرت تخطف قلوبنا كلنا في مسلسل فهد البطل بشخصيه آسيا بنت توفيق التمساح. عملت الشخصيه كويس جدا وقدرت توصل معاناه آسيا للجمهور رغم انها مش بقالها كتير بتمثل، وده تقريبا ثالث دور ليها، بس شدت انتباه الكل والكل عمال بيسأل مين يارا السكري. يارا بنت من مدينه بورسعيد، اتولدت سنه 1998 وعاشت فتره من حياتها في السعوديه، وبدأت الناس تعرفها اكتر سنه 2023 لما خدت لقب ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة، وكمان خدت جايزة أجمل ابتسامة في مسابقة عالمية اسمها ميس إليت، وكانت ما بين 42 بنت من بلاد مختلفة. ويارا السكري من عيلة غنية، أو زي ما بنقول عندنا في مصر من عيلة مستريحة، لكن هي ما اعتمدتش على كل ده علشان تدخل كواسطة للوسط الفني، وبدأت حياتها المهنية بعيدة عن التمثيل وتحديدا في مجال عروض الأزياء، وقدرت تثبت نفسها في المجال ده بسرعة جدا، خصوصا إن يارا جمالها مميز قوي، وده اللي فتح لها أبواب الشهرة وأول أبواب التمثيل. يعني نقدر نقول إن التمثيل جالها من مجال عروض الأزياء، وأول دور ليها على الشاشة كان مع النجم تامر حسني والنجمة زينة في فيلم الفلوس، ورغم إن الدور كان صغير إلا إن حضورها كان لافت. كمان كانت في فيلم فارس مع النجم أحمد زاهر، والفيلم ده كان كله أكشن وتشويق. مش بس كده، يارا السكري نقدر نقول إنها أثبتت إنها مش مجرد ممثلة، لكنها نجمة متكاملة عندها حضور قوي وموهبة متعددة الجوانب كمان. وخلوني أفكركم ده تحديدا ظهر فين. فاكرين لما يارا ظهرت في إحدى إعلانات الاتصالات لإحدى الشركات مع النجم أحمد عز، وكانت فكرة الإعلان عن مقارنة بين زمان ودلوقتي، يعني من أيام الصيف في اسكندرية لحد أيام الساحل دلوقتي. الإعلان ده عمل ضجة كبيرة جدا وخلى كل الناس بتسأل مين البنت دي ويدوروا عليها، وفي طبعا اللي حبوا يجودوا وقالوا إن في علاقة بين يارا وأحمد عز وإنهم هيتجوزوا قريب، بس كل دي طبعا كانت إشاعات. المهم بعدها يارا بدأت تاخد خطوات أكبر في مجال التمثيل، ومع مرور الوقت زادت شهرتها أكتر وابتدى يجيلها أعمال مهمة لحد ما نوصل لنقطة التحول في حياتها، مسلسل فهد البطل اللي أثبتت فيه نفسها وخلت الجمهور يتفاعل معاها أو مع معاناة آسيا بشكل حقيقي جدا. طب يا عمرو، أنت دلوقتي بتكلم واحدة ست متجوزة، بحب جوزي وحامل منه، أما بقى بخصوص الكلام اللي أنت جاي تقوله لي ده لا هيقدم ولا يأخر. فهد من الأول صارحني بكل حاجة. وخلوني أرجع تاني مؤقتا لنقطة مهمة في حياة يارا، وهي مستوى الجمال. فكرة إن يارا اللي واخدة لقب ملكة جمال مصر تاخد جايزة أفضل ابتسامة في مسابقة ميس إليت وتقدر تتفوق فيها على 42 بنت من مختلف دول العالم، ده إنجاز كبير يثبت إنها مش بس جميلة، لأن أكيد كل الموجودين كانوا جميلات، ولكن يارا عندها كاريزما وحضور يخلوها في مكانة تانية لوحدها. ووسط كل النجاحات دي يارا عندها قوة جماهيرية كبيرة جدا، وبيتابعها على انستجرام أكتر من 500,000 شخص، والعدد بيزيد كل يوم بسم الله ما شاء الله. جمهورها بيحب يتابع يومياتها وإطلالاتها وكواليس أعمالها، وده بيوضح قد إيه هي محبوبة ومؤثرة. حاجة عايز الشبع برضه بعد لا في الحقيقة. لا ده احنا عندنا لايكات كتير قوي. من أكتر الحاجات المميزة في يارا إنها بتحب تروج للسياحة في مصر، سواء من خلال الصور أو الفيديوهات اللي بتنزلها عندها. ونرجع تاني لنقطة التحول في حياتها، مسلسل فهد البطل. ده أنا هوريك أيام تكرهي فيها دنيتك. بلاش تعيش فيها دور الشريف قوي. أنت من جايتك هنا عارف إن الجوازة دي فيها هنا، ولا أنت فاكر آسيا التمساح هتبص لواحد زيك أنت؟ سمعنا قبل تصوير المسلسل إن يارا السكري هتكون إحدى بطلاته. كان في بعض التخوف كده من إن يارا ما مثلتش كتير قبل كده، وإن حجم الدور كبير جدا، وكمان قصاد النجم أحمد العوضي. وفضل الكلام رايح جاي لحد ما شفنا الحلقة الأولى من مسلسل فهد البطل، وشفنا يارا السكري بتأدي شخصية آسيا التمساح بشكل كويس جدا، لا كويس حقيقي. وتتوالى الحلقات ونوصل لحد نص المسلسل ثم آخر المسلسل، ويارا عملت دورها بشكل مظبوط، بشكل مش طبيعي. يعني لما تشوفها عمرك ما هتقول إن دي بنت أول مرة بتمثل. ذاكرت الشخصية كويس وأدت الدور ببراعة، وخلتنا كلنا نتفاعل مع شخصية آسيا التمساح ونتعاطف معاها جدا. هي بس كانت صعبانة عليا طول المسلسل لأن مفيش حلقة واحدة ما كانتش بتعيط فيها. أستاذة يارا طمنينا على قنواتك الدمعية بعد المسلسل ده. وفي المسلسل ده كانت يارا بتعمل شخصية آسيا بنت توفيق التمساح الراجل الشرير، واللي بيعمل دوره الفنان محمود البزاوي. الدور بتاعها ما كانش سهل لأنها بتواجه مشاكل كتير جدا، أهمها إنها حامل من جوزها ضياء وأهلها ما يعرفوش.
يعرفوش. لا، هم ما يعرفوش انها حامل، هم ما يعرفوش اصلا انها متجوزه، فبتقع في ورطه كبيره بتاثر على مجرى احداث المسلسل. وبما انه اول دور كبير ليها في شاشه التلفزيون او الدراما، كان طبيعي ان ناس كتير تتكلم عنها ويقولوا انها شاطره وموهوبه. يارا نفسها وصفت التجربه دي بانها نقطه تحول في حياتها، وقالت انها سعيده جدا بالمشاركه دي، وشكرت المخرج محمد عبد السلام وفريق العمل كله، وقالت انهم قدموا لها دعم كبير. في حق آسيا اللي كانت هتكون مرات ابنك. عجبتني والله يا آسيا. يعني انت لما قلتي لي اول مره اتقابلنا في اللوكيشن، أيوة. ان انت اول مره تمثلي، فانا قلت يعني هم جايبين بنوته حلوه، أيوة. لمجرد انها حلوه وتعمل الدور يعني. مظبوط. بس الحقيقه لما اتفرجت فعلا عجبتيني. وبعد ما الجمهور حبها في فهد البطل، بتستعد يارا دلوقتي لفيلم سينمائي جديد، وده بيدل انها ماشيه في طريق نجاح سريع وواضح. وطبعا بما ان يارا كانت احدى بطلات مسلسل فهد البطل، فحصل لها نفس اللي بيحصل مع البطلات، اشاعات كتير عن انها هتتجوز احمد العوضي. يارا نفسها طلعت في تصريحات صحفيه وقالت ان الكلام ده مش صحيح، وانها مش مرتبطه بالعوضي، وانهم مجرد صحاب بس، وان الاشاعات دي بتطلع على اي حد بيشتغل مع العوضي، وكمان بسبب نجاحهم مع بعض في المسلسل. وقالت انها شخصيه مش بتركز على الاشاعات وبتسيب الوقت يوضح الحقيقه. لا ما بردش طبعا، ما بردش، لانه كل حاجه مع الوقت بتبين كل حاجه بتبين مصيرها ايه، فاهمه قصدي؟ فما بردش ارد اقول ايه يعني. وقالت كمان انها لما بتسمع الاشاعات دي بتضحك وبتوصفها بضريبه النجاح. قولوا لي ايه رايكم في دور يارا السكري في مسلسل فهد البطل وشخصيه آسيا التمساح؟